مرحبا واهلا وسهلا فيكم معي مرة ثانية في المطبخ. اليوم راح اعمل لكم نوع من السلطة، هو سلطة المعكرونة. بالنسبة لمقادير سلطة الأورزو راح اخذ نص كوب من معكرونة الأورزو، في ناس بسموها لسان العصفور، حوالي 15 حبة بندورة صغيرة شيري توميتو. إذا بتحبوا تستخدموا بندورة عادية كمان حطوا حبة كبيرة، بدنا نقطعها بعد شوي. نص حبة فلفل أصفر حلو، نص حبة فلفل أحمر حلو، حوالي ربع كوب بصل أحمر مفروم ناعم، خيارة، حوالي 10 حبات زيتون يوناني، زيتون كلاماتا. في عندي هون تقريبا نص كوب ورق بقدونس أنا غسلته هون ونشفته، وحوالي 5 ورقات نعناع حجم كبير كمان مغسولين ونضاف وناشفين. في عندي هون حوالي ربع كوب جبنة فتا، هاي جبنة يونانية، ممكن تستخدموا أي نوع جبنة بيضة بس تكون تقريبا مالحة لأني أنا ما حملح السلطة. بالنسبة لتتبيلة السلطة رح أحتاج لزيت زيتون، حوالي ربع كوب من زيت الزيتون. رح استخدم تقريبا ربع معلقة صغيرة أوريجانو جاف، وربع معلقة صغيرة ريحان جاف، عصير ليمونة حامضة مع قشرها، رح أبرش القشر معاه. أول خطوة بدي أسلق المعكرونة، رح أغلي بطنجرة صغيرة على النار كمية من المي، حوالي لتر أو لتر ونص. بس تغلي المي رح أضيف معلقة صغيرة ملح، هلا بضيف المعكرونة عندي، على طول بعطيها تحريكة بسيطة عشان ما تلزق ببعضها. في ناس بيحبوا يحطوا زيت هون على سلق المعكرونة عشان ما تلزق ببعضها، ما رح تلزق ببعضها إذا حركتوها على طول بعد ما تضيفوها، ما حتلزق ببعضها. تأكدوا بس إنه كل حبيبات المعكرونة بعدت عن بعض بالمي السخنة. رح أوطي النار الوسط وأتركها حوالي 8 دقايق. بعد ال8 دقايق ما ينتهوا بطفي النار تحت المعكرونة وبصفيها، وعلى طول بصب عليها مي باردة على الآخر، بشطفها بمي باردة كويس علشان ما تلزق ببعضها. بعدين بتكون جاهزة عندي للسلطة. اوكي، هلا بعد ما بردت عندي المعكرونة صفيتها وغسلتها بمي باردة، تأكدت انها بردت مزبوط. رح احطها بالصحن اللي رح اخلط فيه السلطة. طبعا هاي النوع من السلطة بدها تتبرد مزبوط قبل التقديم، على الاقل بدها تنحط بالثلاجة لمدة ساعة عشان تبرد كويس والمعكرونة تتشرب كل النكهات. انا هون قطعت حبة الخيار رح اضيفها، رح اضيف كل المكونات مع بعض. ربع كوباية بصل احمر، حاولوا قد ما تقدروا انه تكون الحجم اللي بتقطعوا فيه الخضرة قد بعض، بيطلع منظرها احلى السلطة. هون قلنا نص حبة فلفل احمر حلو، نص حبة فلفل اصفر، فيكم تستخدموا لون البرتقالي او الاخضر حسب اللي بتوفر عندكم. طبعا كمان المقادير هون تقريبية. راح اضيف الزيتون، هون انا قطعته كمان نفس الاحجام. ما راح املح هاي السلطة، راح اتركها بس على ملوحة الجبنة وملوحة الزيتون. اخر اشي بضيف البندورة، راح اضيف هون البقدونس والنعناع فرمته. راح ابرش شوية قشر ليمونة حامضة، راح اخذ تقريبا نص الحبة. هلا راح اخذ ربع معلقة صغيرة أوريجانو مجفف، وربع معلقة صغيرة ريحان مجفف كمان. راح أعصر بالأول نص حبة الحامض وأشوف إذا كفاية أو لا. ربع كوباية زيت قلنا، إذا بتحبوا أكتر أو أقل كمان حسب الرغبة. رح أخلطها بانتباه الجبنة بالآخر عشان ما بدي إياها كتير
اخلطها بعد ما اضيف لها الجبنة، بس خلط خفيف. محتاجة لليمون كمان، رح احط النص الثاني. السلطة هيك صارت عندي جاهزة، رح اغطيها بنايلون واحطها بالثلاجة تبرد لمدة على الأقل ساعة قبل ما أقدمها. هيك سلطتنا صارت جاهزة، أشوفكم مرة ثانية، مع السلامة.